تصريح خطير من مدرب السنغال في أول ظهور له بعد إيقافه وسحب اللقب من السنغال بعد اعترافه بمخطط الانسحاب. ولكن قبل أن نبدأ، قم بالضغط على زر القلب وعمل اكسبلور لنرى كم عدد محبي منتخب المغرب. في تصريحات صادمة لموقع أفريقيا سبورت، اعترف مدرب منتخب السنغال بابي ثياو بمسؤوليته الكاملة عن انسحاب فريقه خلال نهائي كأس إفريقيا أمام المغرب، قائلاً: أنا من طلبت من اللاعبين مغادرة الملعب وتسببت في توتر الأجواء، ولم أكن أتوقع رد فعل الجماهير السنغالية الذي أدى إلى فوضى خطيرة داخل المدرجات وكادت تتحول إلى كارثة إنسانية. وكشف ثياو أن القرار كان بدافع الغضب والاحتجاج على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، لكنه اعترف بأنه كان خطأ كبيرا يعرض سلامة اللاعبين والمشجعين للخطر. وأوضح أن الاتحاد الإفريقي الكاف أبلغه رسميا بعقوبة الإيقاف مدى الحياة بسبب مخالفته اللوائح وتحريضه غير المباشر على الفوضى، مستندا إلى المادة 88 التي تعاقب المسؤولين الذين يعرقلون المباراة أو يعرضون السلامة للخطر. وأضاف أن الكاف يدرس حاليا سحب لقب كأس إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، معتبرا انسحاب السنغال اعترافا قانونيا بالخسارة، وأن هذا القرار سيكون سابقة تاريخية في كرة القدم الإفريقية. وفي رد فعل دولي، أدان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا ألكسندر اقتحام الجماهير للملعب، ووصف الحدث بالفشل التنظيمي الخطير الذي كاد يؤدي إلى كارثة حقيقية، معتبرا أن المغرب كان دائما الضحية في البطولات الإفريقية بسبب الازدواجية في المعايير. وأشار ألكسندر إلى اقتراح سابق قدمه لرئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع بضم المغرب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مشيدا بالبنية التحتية والتنظيم الاحترافي المغربي الذي يناسب المعايير الأوروبية. هذا التصريح أحدث زلزالا داخل الكاف، وزاد الضغط الدولي على الاتحاد الإفريقي لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث. من جانبها، طالبت الجماهير المغربية بتدخل الفيفا لحماية حقوق منتخباتها وأنديتها، معتبرا ما حدث امتدادا لسلسلة من الظلم والتحكيم المنحاز داخل البطولات الإفريقية. كما أعلن مدرب فرنسا ديشام رفضه مواجهة السنغال في مباراة افتتاح كأس العالم المقبلة، معربا عن قلقه الشديد على سلامة اللاعبين في ظل الأجواء المتوترة التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال الأخيرة، ومطالبا بضرورة تدخل الفيفا لضمان نزاهة وأمن المنافسات.